بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم، ورجعنا لكم تاني ويتجدد اللقاء بالحب والمحبة في قناتكم المفضلة كلام كورة وبرنامجكم كلام في المليان مع يحيى والحديدي والكويت. بيني وبين محمد الحديدي ويحيى في مشكلة وبنتناقش فيها وبنختلف فيها دايما على طول. مين صح؟ مين صح؟ الفير بلاي صح ولا اللي تكسبه تلعبه؟ مبدأ ميكافيلي اللي اكسبه والعبه حتى لو ما كانش لعب نظيف، ولا التزم بالفير بلاي؟ اعمل عمليه اغراق وافساد مالي ولا اعمل ايه؟ العب في ودن اللعيبه زي ما حصل قبل كده؟ تدخل على امام عاشور على طول. ما انا داخل على امام عاشور. ايوه انت كده. لا انا العب في ودن اللعيبه وابدا ازعزع استقرارهم النفسي واقويهم على فرقهم عشان اخدهم بشغل القناصه. النهارده انا شفت بوست طويل عريض من الدكتور اشرف كامل على جروب زملكاويه مدينه النصر بيتكلم فيه على ان امام عاشور بيلعب بلا روح، بيلعب بلا نفس، بيلعب بشكل اللي ماشي، اللي هو انا زهقان، انا باخد اقل من الناس، انا احسن منها او زيها، فانا همشي. بلعب لعب الموظفين وبرسم لعب وبرسم مجهود في الملعب بدون فعاليه. يمكن ده متشاف. تصدق انا صدقته الكلام ده. ايه؟ صدقته. وفي ناس كتيره صدقته وفي ناس ردوا عليه. ده ممكن يجي وممكن يكون ان اللعيبه مش واقفه على رجلها ولسه بتستعيد الثقه. يعني ممكن يكون احنا ظالمين، يعني الماتشين الجايين يثبتوا الكلام ده صح ولا غلط. ما زيزو، احنا بنتكلم ان امام عاشور بص على عقد زيزو، ما زيزو نفسه في الملعب عامل زي الموظف. ده زيزو ولا شوطه سليمه ولا اوفر سليم ولا فاست بريك سريع بيقدر يجيبه ولا سباق سرعه في الملعب بيجيبه. امام عاشور رايح فين يا حاج محمد؟ امام عاشور ان شاء الله في الزمالك. امال ايه الكلام اللي طالع النهارده؟ الكلام اللي بيتقال ده كله ده كلام لزعزعه استقرار الزمالك. مين اللي طلع كلام؟ اذا كان الكلام مين بقى؟ انا عاوز حد يدخل يقول لي ان حد من الاداره قال ان في عروض جايه لعيبه الزمالك. انا ما اعرفش، انا فاكر لقيت كل المواقع حتى صفحات الزمالك نفسها. انا شفت مع عوض شرف داخل كتف امك كتف امك كتف امك. بس هو الولد جاي له عرض من النادي بتاع ياسين منصور في الدنمارك. يعني انا اتفاجئت ان ياسين منصور ليه نادي في الدنمارك. محمد منصور اللي كان وزير النقل. ما اعرفش هو هربان. ما هو كلهم هربانين، ما بيروحش الاهلي غير الهربانين اللي بيغسلوا فلوس. الهربان الكبير طلع من السجن. صفوان باشا. صفوان سامي. صفوان. انا عيلة الهواه حازم وصح وتيسير. هو قريبهم؟ لا مش قريبهم، بس بيتفقوا البيزنس شله يعني شله كلين بيزنس. تاني نرجع تاني ونقول مين الصح؟ اللي بيلعبها بالفير بلاي ولا اللي بيحط من تحت الترابيزه؟ نرجعنا تاني للشنط المقفوله تحت الترابيزه. امام عاشور انا متاكد انه في الزمالك، مش عشان زملكاوي ولا عشان خاطر مرتضى منصور ماسكه من رقبته ولا عشان الكلام ده كله، عشان امام عاشور سمك من غير ميه مش هيدي. امام عاشور لاعب مزاجي، لو راح الاهلي دفن نفسه. لازم حد يقول له كده في ودنه. امام عاشور بيتقمص. مين اللي فاكر الماتش كان بتاع بيراميدز لما الكوره ما راحتلوش من سيد نيمار وراح قاعد جنب الاعلانات زي العيال الصغير عاوز بونبوني؟ احنا مكتوب علينا اللعيبه المقموصه. ده شكلك يعني صالح جمعه ده لو جه الزمالك من الاول خالص كان زمانه يعني سوبر ستار مصر. ده شكلك، ده اللعيب بتاعك، اللعيب الحريف، اللعيب المزاجنجي. اما اللعيب المكنه اللي شغاله الماكينات الالمانيه اللي شغاله ده الشياطين. لا بالعكس، ما انت عندك زيزو ما هو مكن. انت دلوقتي يا محمد هو ماجور فين برضه؟ ما عرفناش منك انت ماجور من امام. ما انا مستني استاذ محمود يخلص وانا هو اللي في الزمالك. انا متاكد ان هو هيقول في الاهلي. هو الباشا احمد فتوح اللي ما رضاش يقعد في الاستاد. ده هو هيفاجئك دلوقتي، هيفاجئك. احمد فتوح برضو بيصير مشاكل بدون سبب. انت بره، انت جاي من بعيد عاوز تلعب على عبد الشافي نجم الماتش، لا انت ما انتش هتلعب اساسي. يروح واخد شنطته وطلع من الملعب. في اقاويل كتير ان الاثنين ماشيين. انا اصدق في احمد فتوح. احمد فتوح ممكن بعد الموقف اللي اتعمل مع الاداره يبقى اخلاصه مش 100%، لكن امام موجود. اصدق ان احمد فتوح بيعمل 50 يقعد و50 يمشي، لكن امام في الزمالك. حق ابو الفتوح صراحه. مش هعترض. لما يكون رئيس النادي. وانا قلت لو انت متيقن يا مرتضى بان الولد كان بيغلط، عار عليك انه يفضل في النادي. انا اولا وكلنا عارفين وكل جمهور الزمالك عارف، او 99% من جمهور الزمالك عارف ان ابو الفتوح ما كانش كل الكلام اللي قاله مرتضى في الهوا. هو بس مشكله مرتضى ساعه ما بيطلع من ساعه ما بيدخل المشكله
فبيجيب حاجه تانية عايز يغطي على المشكله، فبيعمل مصيبه اكبر. يعني المفروض حتى يكون عنده مستشارين ياخد رايهم، انا عايز اقول مصيبه كذا النهارده. يعني النهارده امام عاشور انا متاكد مليون في الميه ان طلع الاشاعه نفسه. يعني استاذ محمود بيقول ان انا اقول امام رايح الاهلي، لا، امام في باقي في الزمالك، وامام عبده اتجدد في الزمالك. واللي طلع الاشاعه النهارده هو مرتضى نفسه، منصور نفسه، هو اللي طلع الاشاعه، وهو اللي قال للصحفيين. يعني اكيد طبعا هو له صحفيين الزملكاويه طلعوا الاشاعه ديت عشان زي ما احنا عارفين. بص العصفوره القندوسي لاعب اللي راح الاهلي، فانا بلهي جمهور الزمالك وبلهي جمهور مصر. الناس عماله تشتغل من الصبح، خد قفا. فانا اقول لهم ايه؟ امام عاشور ماشي، وبعدين يطلع بعد شويه يقول لك الحمد لله قدرنا ان احنا نجدد لامام عاشور، وهيقول لك امام عاشور ده احسن لاعب في مصر. وهو فعلا امام عاشور من احسن لعيبه في مصر، بس هو يقول لك انا جددت لاحسن لاعب في مصر، واللجان اللي قبل ما عرفتش تجدد وانا اللي عرفت اجدد، وامام عاشور باقي في الزمالك. ونقوم شاتم شويه في العتال، وشويه في ممدوح عباس، وشويه في هاني شكري، وشويه في الراجل بتاع مولتو، وخلاص وجددنا لامام عاشور. ده رقم واحد. ابو الفتوح انا ما اعرفش مشكلته، انا اول مره اسمع له محمود دلوقتي، لكن اذا مشى لازم يتوقع له عقوبات سواء قعد معانا او مشي. ابو الفتوح بالمناسبه هو احسن باك شمال في مصر، هو رقم 2 في الدوري المصري، او ممكن يكون رقم 1، لانه لاعب يعني متكامل دفاع وهجوم. يعني معلول انا يعني خلينا صريح، انا بقول معلول رقم 1، بس معلول هجومي. معلول لما بيجي يلاعب فرقه بتهاجم بيقف ورا ما بيطلعش. لا هو كمان فتوح عمل ماتشات عالميه مع المنتخب قدام اشرف حكيمي اللي هو احسن. يعني عشان كده انا بعتبره، يعني لو قلنا حقيقي هو زي محمد يحيى قال هو مستقبل الباك الشمال في مصر. فحقيقي في ناس كده بقول لك يا عم حاول تحتويه. يعني احنا بنرجو سياده المستشار مرتضى منصور، يعني مش عايز اقول عليه حاجه تانية عشان الناس بتزعل، مش عايز اشتم ولا سب. بقول له يا سياده المستشار احتوي لاعيبتك، اقعد مع لاعيبتك. انت كان نفسك قوي تقعد مع اللعيبه. حقيقي هو فيريرا منعه يقعد مع اللعيبه بقاله سنه، هو عايز يمشي فيريرا عشان كده. هو فيريرا هو ما رضاش يجيب له لعيبه عشان دي بس. ما كان بيقعد كل يوم ويوم مع اللعيبه، ما بقعدش مع اللعيبه. يوم ويوم كان بيقعد مع اللعيبه، ما بقعدش. هو عايز يجتمع مع اللعيبه ويذنبهم ويديلهم تعليماته، وهو عنده حته النقص دايما، عايز يكون هو اللي متشاف وهو احسن من اللعيبه، مع انه هو في حته تانية، هو رئيس النادي. يعني كل انجاز هيعمله من اللعيبه اللي موجوده هيتنسب ليك انت في الاخر. على العموم امام عاشور باقي في الزمالك ان شاء الله، وباذن الله مفيش امام عاشور، مفيش عرض دنمارك اساسا، والكلام ده كلام فارغ. مفيش نادي دنمارك هيدفع 3 مليون اساسا، ده هم هناك بياكلوا جبنه وبيناموا. اتفضل اسمع اخر حاجه. من حقك تقول اللي انت عاوز تقوله، ومن حق كل واحد يحتفظ برايه وبقناعاته، والمشاهد بيشوف هنا وبيشوف هنا وبيكون له راي. لكن النادي اللي بيعرف يعمل كباري كويس وبيلعب في ودان اللعيبه كويس، فتوح زملكاوي وابوه زملكاوي، والراجل طلع وقال كلام جامد قوي، لكن بالفعل اللي حصل معاه ومعالجه الخطأ من رئيس النادي كفيله ان هي تغير وتزعزع الامور. افكركم باحمد الشيخ. احمد الشيخ زملكاوي قلبا وقالبا. احمد الشيخ بتاع مصر المقاصه اللي راح الاهلي ودلوقتي هو في المصري البورسعيدي، قلبا وقالبا. كان في واحد جاي برضه معاه نفس اللي هو عمرو بركات. لا الواد اللي عمل بركات، لا غير بركات، الواد اللي في علامه الصلاه في وشه ده اسمه ميدو جابر زملكاوي متعصب. نركز على دي. احمد الشيخ زملكاوي جدا 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 جدا. طلع مرتضى وسبه بالاب وبالام. كانت النتيجه انه مضى في الاهلي واصر، ورغم ان فضل محاولات كتيره من محمد عبد السلام رئيس مجلس اداره شركه مصر المقاصه ان الواد يرجع الزمالك تاني، لان محمد عبد السلام كان زملكاوي جدا. الولد رفض، قال لو اخر نادي في الكوره، لو هبطل كوره. فهنا انت اللي بتحط البذره، انت اللي عملت الشقاق. تاني اللي عمله احمد فتوح وعبد الله جمعه من انسحابهم من الماتش، سواء كانوا متعاطين او مش متعاطين، انسحابهم من الملعب قبل 10 دقايق من بدايه المباراه جريمه. مين اللي قال انسحاب؟ مش من الملعب. ما اعرفش. مش من الملعب. لا ما قال اسماعيل يوسف قال وسام قالوا. حتى رجالته لو قالوا مش هنصدق.
طب ما اللعيبه طلعت. لا هم ما قالوش ان احنا امال عبد الله جمعه اعتذر عبد الله جمعه اعتذر اعتذر تاني. دايما. لا ابو فتوح ما اعتذر. الا بس انا في رايي بس مش هقوله في الفيديو. على العموم اسمح لي. اللعيبه انسحبت من الملعب، دي جريمه، دي من وجهه نظري جريمه، معالجتها كانت جريمه اكبر واشنع. لكن انت خدت القرار، انت قررت تذبح، 5 كان لابد ثواني انك بس. تكمل الذبح، كان لازم تكمل الذبح. لا اما تعرض اللعيبه للبيع زي ما انت قلت وتنفذ، لا اما كنت تعالجها في المكتب المقفول. كلام العقل. وتاني هقول، انت عمال بتشيل من علينا ورقه التوت، ما عدناش قادرين ندافع، ما عادش عندنا كلام العقل. فكره ندافع. شكرا يا استاذ محمود. السلام عليكم. السلام عليكم.